11 من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى نصف النهار. جاي ما زالت الأخبار وما زلتوا تسمعوا الغرايب والعجائب. مالوغوزمون معناها وين وصل الهوس بمواقع التواصل الاجتماعي، وين وصل، وين نجموا نشوفوا. حكينا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومصدومين من المحتوى اللي قاعد يتقدم عند البعض على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الانستغرام وخاصة التيك توك. وكنت دخلت زادة كيف وكان معايا أستاذ قانون وحكينا من الجانب القانوني اليوم كيفاش يتم عملية الرد على الناس هذوما اللي مالوغوزمون قاعدين يقدموا في محتوى، سامحوني في الكلمة، منحط به. تصدمنا صدمة، أنا نقول أنا صدمة العمر، لأنه اليوم علاش اليوم شفنا فيديوهات قاعدة تدور على التيك توك، يوصلوا يحلوا لايف على التيك توك. طبيبة تحل لايف من داخل بيت العمليات ونشوفوا وراها معناها عملية ولادة، مرأة تولد، سامحوني في الكلمة، وطبيبة في اللايف تحل باش تكبس. هذا صدمتنا الكبيرة. كنت ماذا بيا شكون يقول لي لا يا جيهان راهي مش في تونس، لا خاطينا احنا مش في تونس، لكن مالوغوزمون اليوم نحكي في احدى المصحات في تونس الخاصة في تونس. هذه المعلومات وأكيد راه وزارة الصحة باش تقوم بالتحقيق، وإحنا تحيتنا وحبنا كبير معناها للبلوزة البيضاء وللأطباء. لكن مالوغوزمون كي تصير حكاية كيما هكا ما نجموش ما نحكيوش عليها. خلينا ناخذ معي دكتور فؤاد بوزواش، هو رئيس المجلس الجهوي للعمادة الأطباء بالوسط. معنا دكتور صباح الخيرات، مرحبا بيك. مرحبا، صباح الخيرات. الحمد لله. كيفك يظل دكتور؟ انا كنت نتمنى اني كي نكلمك تقولي ليه، وانت زاد ماذا بيك كنت تتمنى كي نكلمك تقولي جيهان لا الحكايه راهي ابدا باش تكون في تونس ما صارتش. لكن مالوغوزمون صار تصدم. دكتور بربي انت كي شفتها سامحني ما صارتلكش الصدمه؟ ما فهمتيش؟ انا قلت امبوسيبل. يعني صار الاعلام نتاعي من برشا زملاء، من زملاء اطباء، حتى من زملاء من اعضاء من مجلس العماده الجهويه، ومن زملاء من العماده الوطنيه. من تالمون سيتي شوكون. انا في نفس الوقت بعثوهم لي ليان وشفتها. بون سي فري، عرفنا شكون لا كونسور الزميله اللي قامت بالعمل هذا. وكما تصير في الحالات هذه، الحاله هذه سيت اون بروميير معناها اول مره تصير يظل. معناها سامحني، هي الطبيبه هي اللي لازمها كانت تقوم بالعمليه يا اخي، ولات تحل في اللايف تكبس، ولا دخلت نقول لنا كيك ما نعرفش هذاك ايش باش يصير. احنا مش نعملوا لونكيت نتاعنا دونك ديجا، لكن اللي نعرف انتم معناها تتكتموا على والتحقيق وانا معاكم، لكن جست فقط معناها هي دخلت وقت اللي قاعدين يجريوا في عمليه معناها ولاده، يولدوا في امراه اخرى. لا ادري لكن اللي ندريوه الكل انه قاعده حاله اللايف والناس تشوف وتبارتاجي في اللايف ونكبسوا في اللايف. اي واللي مش يصير توا كونه مش يتم الاستدعاء نتاعها في المجلس عماده الاطباء للاستماع لاقوالها. تاكدوا انها طبيبه دون تو لي كا، طبيبه مش يتعجب طبيبه. لا طبيبه ومسجله عندنا في مجلس عماده الاطباء طبيبه في احدى المساحات الخاصه. يمكن مازال ما عادة في دي سيركونستانس باغي، معناها كيما تقولي انت اول مره هذه تصير انه مالوغوزمون في داخل بلوك والطبيبه تكبس وحاله لايف على التيك توك. شنو العقاب اللي انتظرها؟ شنو عاده ما تصير؟ قبل العقاب يصير لانكيت، نسمعوا الزميل، نشوفوا التفسيرات نتاعو، ناخذوا احنا اللي كونكلوزيون. هل تنجم تكون عندنا تفسيرات مبررة تبرر معناها انه اليوم نحلوا لايف داخل غرفة عمليات؟ صعيب باش نسمعوا معناها التبريرات. بالحق من الناحية الأخلاقية سي inadmissible. حتى حد ما كان يتصورها اصلا في حاجه كيما هكا. اما كما قلت لك راهو مازلنا في الاطوار الاولى نتاع الابحاث نتاعنا، مش نستدعيوها الزميله، مش نسمعوا الاقوال نتاعها، ومن بعد مش نعطيو للعماده الوطنيه شنو هي لي كونكلوزيون
اللي مش ناخذوهم. والعماده الوطنيه هي اللي شو اسمه مجلس التأديب بتاع العماده الوطنيه هو اللي ياخذ القرار الاخير في الحالات هذه. وكما قلت كما ما معروف هو بالنسبه للاطباء ممنوع علينا اي نوع من اشهار، وممنوع علينا اي حاجه تحط من القيمه نتاع الطب ونتاع الاطباء. دونك الحكايه هذه ما فيهاش كان اشهار، فيها برشا حط من المهنه نتاعنا. دونك فيها برشا دي بوكو داسبي اللي صار. وي مالوغوزمون ما حبيناش تصير الحكايه هذه من داخل غرفه العمليات وقت اللي اطباء تقوم في عمليات توليد او غيره. وما ظهر ما سامحوني ظهرك وطبيبه من غاديه حاله اللايف على تيك توك وتاكدنا انها مالوغوزمون طبيبه. شكرا ليك دكتور فؤاد بوزواش، نورتني سيدي. شكرا ليك رئيس المجلس الجهوي لعماده الاطباء بالوسطيه. عجبك شي ليه بالحق معناها نعيش ونشوفوا. ليه انا كريتها تصدمت والله. خلنا نحكي لكم هكا مني ليكم هكا ننساو توا الاذاعه ولا الاطار هذا كل. انا كي بعثوها لي ما امنتش، قلت لي قعدت نكبر ونشوف لي كومونتات نلقاهم توانسه نكبر في الاسم كله يوحي بان تونس. وقعدت نكذب ونقول لا هكا هاو توا عاد تلقاهم مفبركه نحاول نبرر ولا نلقى باش. بعد تصدمت قالوا لي لا راهي تونسيه وطبيبه تونسيه وحلت لايف على التيك توك والناس تكبس وتبعث في القلوب وناقصه كان الصيوده والنموره ما بعثوهمش. معناها حاجه ما يقبلهاش لا عقل لا اخلاق لا شيء صراحه. واحتراماتنا بيان سور لكل اطبائنا، تعرفونا نحبوكم ونعزوكم والبلوزه البيضاء هذاك. اما وقت اللي يصير هكا انتم بيتكم برشا اطباء كلموا قالوا مالوغوزمون حاجه توجعنا. اما بالحق اليوم لازم تكون عقاب باش لحد اليوم يتطاول على مريض وعلى اخلاقيه المهنه بالصفه هذه. على مزهيك فهمت هكا ولا نعيش ونسمع ولا نعيش ونسمع. هاي مازالوا درجين اخرين ما زلنا باش نسمعوا ما زلت باش سمعنا يجي ربي يقدر الخير. نكملوا معاكم حتى نص النهار. تصبح الناس